الولد مجرد ملامس الحيطة، في اللحظة التانية الحيطة كلها وقعت. الولد ما كانش مصدق ورجع لورا. فجأة مرتبة طارت ونزلت عليه وقعته على ظهره. في نفس الوقت حد بدأ يخبط على باب أوضة الفندق. الولد فهم إنه مش هيقدر يدفع تمن كل الخراب اللي حصل في الفندق، فخد بعضه وجري بسرعة من هناك. في اللحظة دي بالذات حاجة ضخمة طارت من فوق دماغه. الولد اتشوق يعرف إيه اللي بيحصل وقرر يتبعه، ولدهشته لقى شوية ناس بيحاولوا يمسكوا الطائر ده. فجأة واحدة ست ظهرت وحاولت تطلعه من المكان، بس اللي ما كنتش متوقعاه إن الولد بالكاد حرك إيده ووقع تقريباً من غير ما يقصد. بعدها الست طلعت جهاز ومسحت على الولد. الجهاز ورى إنه مجرد شخص عادي. وبعدها الساعة السادسة مشيت. في الوقت ده الطائر اتزنق في شبكة، وكان بيقاوم بس بسرعة كسر الشبكة وهرب من الست وفريقها. وأول ما الطائر كان هيقرب من الساعة السادسة الولد عدى من جنبهم. الطائر اتعصب إنه محدش مهتم بيه، ورغم إن الولد اتفادى الضربة الطائر كسر العجلة بتاعته. في اللحظة التانية الولد رزع الطائر برجله مباشرة، طايره بعيد لحد ما اختفى تماماً. لما الست شافت ده خدته على طول على المقر عشان يختبروه. راحوا عند كريستالا والست كانت بتشرح له كل عملية الاختبار. هو ما صدقش إن الولد يقدر يهزم الطائر، فمد إيده ولمس جهاز الاختبار. في لحظة ظل ضخم على شكل سلحفاة ظهر ورا المعجب وبيحدق في الولد. بعدين الولد اتختبر هو كمان إن الجهاز ما عملش أي رد فعل خالص، فضل واقف ساكت. المعجب استغل الفرصة وبضحك على الولد وقال إنه عديم الفايدة وحاول يطرده من المقر. فجأة الجهاز أطلق طاقة، كل اللي كانوا واقفين وقفوا مذهولين ومش مصدقين.